بسم الله الرحمن الرحيم. تساؤل غريب أفكر فيه يوميا وأحاور فيه إخواني وأتناقش فيه مع طلبتي وطالباتي الشابات والشباب. لماذا هذا الاستقتال في عودة مجلس 2009 وبصورة أخرى؟ أنت بس فكر، أنت فكري خطأ إجرائي فحل مجلس 2012، ثم تدعي الحكومة أنها ستصحح هذا الخطأ الإجرائي ولم تفعل، ثم بحجة تمثيلية سمجة سماها الأخ الفاضل مشاري العنجري أنها تمثيلية سمجة في الذهاب إلى المحكمة الدستورية بحجة العدالة، فتحكم المحكمة الدستورية برفض الطعن، ثم بعد ذلك وللأسف الشديد يتم العبث بالدستور ويتم سلب إرادتك وإرادتك أخي المواطن، أختي المواطنة. هذا الاستقتال يخلي عندي تساؤل إن من عنوانه مجلس القادم شنو راح تكون صورته وشنو يبون منه. أنا أسألكم مرشحين الآن انتخابات هذا في 1/1/2012، هل لديهم برامج؟ هل عنده مشروع؟ هل عنده رؤية؟ شغالين تخوين في الأغلبية وطق في المواقف، وواحد مني يقول أنا ما راح أصارخ. طيب الإصراخ مو زين، الإصراخ في مواضع الصراخ شيء جيد، والإصراخ في عدم وجود مجال الإصراخ شيء سيء. لذلك ما في برامج، مجرد ضرب الأغلبية وضرب النواب السابقين. هل هذا برنامج ترتضيه لبلدك؟ أنا سأوصل رسالة إيجابية للشعب الكويتي. أنت أمام استحقاق وطني، هذا الاستحقاق الوطني نعبر عنه بمقاطعتنا من الانتخابات القادمة ترشيحا وتصويتا وتسويقا، لسبب بسيط: هذه السابقة إن مرت في العبث في الدستور واستخدام مراسيم الضرورة، وليس هناك أي ضرورة، مو كلامي، كلام الأربع مستشارين اللي على أساس الحكومة ذهبت إلى المحكمة الدستورية، والتي لم تسمع السلطة كذلك رأيهم. وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي اللي في كتابه أكد لطلبته من 94 أن لا يجوز استخدام مراسيم الضرورة، وخاصة في الانتخابات، حتى لا تتفرد السلطة في رسم مجلس معين بشكل معين بأهداف معينة. أنا أختم للشباب: ماذا لو يا شباب، واللي أنا أعول عليكم حقيقة، في إعادة رسم الخريطة السياسية في المستقبل، في مستقبل الكويت، ماذا لو أنتم وحدتوا صفوفكم على نفس النظام هذا اللي احنا ضده جملة وتفصيلا، ونظمتوا صفوفكم 5 أصوات 5 دوائر صوت واحد، وقدرتوا انكم تشكلون قوائم على مستوى ال5 دوائر ونجحتوا، ووصلتوا يا شباب أغلبية ضمن نفس الدوائر هذه اللي الآن يعني موجودة بمرسوم ضرورة. احنا في هذه السابقة إن قريناها ستستطيع السلطة باستخدام نفس المبررات اللي الآن تستخدمها وتحط مرسوم ضرورة وتقول في 2012 أبوك ما تكلم وجدك ما تكلم وأنت ما تكلمت. احنا قاعد نسوي خطوة وخطوات للمستقبل، مستقبل أولادنا وعيالنا. كلنا قاعد نشوف الكرم الحاتمي الحكومي اللي ما كان له أي مبرر من إسقاط من زيادة معاشات وزيادة بدل إيجار، وإن كان هذا مستحق، بل نحن طالبنا في 2012 فاتهمنا أن احنا ضد الاقتصاد وضد الوطنية وما نعبأ بمقدرات البلد، ونشوف الحكومة يمين سر لكسب الولاءات دفعكم للتصويت. لكن احنا نقول للحكومة والسلطة: الشعب الكويتي سيستخدم هذا السلاح المدني الحضاري السلمي، وهي المقاطعة، لأن المقاطعة تعني الكثير، وتعني أن مجلس الأمة وإن كان بصورة مجلس أمة إلا أنه أنا وجهة نظري أخطر من المجلس الوطني. قاطع لبلدك، لا تساهم في هذه الانتخابات، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.